المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير. إلى حضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإرتيا، استهلها بأبرز العناوين. كلمة القداس بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وفد إريتري يشارك في اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. حملات توعية الأقران الصحية تحقق نتائج جيدة في الغاش بركة. تشييع جثمان قاسم سليماني في طهران وسط حضور شعبي ورسمي كبيرين. فوز الاشتراكي زوران ميلانوفيتش برئاسة كرواتيا. صندوق بقيمة $1 مليار لإغاثة المتضررين من حرائق أستراليا. السلام عليكم ورحمة الله. قدم رئيس مجلس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا بطرس كلمة القداس بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقدم نيافة الأنبا بطرس في رسالته توضيحا مفصلا حول خلفية عيد الميلاد المجيد، معبرا عن امتنانه لشهدائنا الأبرار الذين دفعوا أغلى ما يملكون لنحتفل معا بأعيادنا بوحدة ووئام وسعادة وفرح. وناشد الشعب الإريتري مع العام الجديد وعيد الميلاد للتماسك وتقوية وحدته وحبه لوطنه المقدس وتنفيذ أمانة الشهداء وبناء وطن مزدهر ومتطور يتمتع بالعدالة. وقال نيافة الأنبا بطرس إن عيد الميلاد هو عيد للتكاتف والتعاون، وأوصى بمؤازرة المتضررين وإعانة المحتاجين ومساعدة اليتامى وعيادة المرضى ومساندتهم. وعبر عن تمنياته الطيبة للشعب الإريتري في الداخل والخارج وأعضاء قوات الدفاع البواسل بمناسبة عيد الميلاد والعام الجديد، وأن يكون عام 2020 عام سلام وازدهار للشعب الإريتري. شارك وفد إريتري عالي المستوى يتكون من معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومستشار فخامة الرئيس ياسر السيد يمان قبرآب، ومسؤول الشؤون الاقتصادية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حقوس قبرهوت. شارك في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وأشاد وفد إريتريا في الاجتماع الذي انعقد اليوم 6 يناير الجاري بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض. أشاد بالمبادرة التي اتخذها الملك سلمان لعقد هذا اللقاء المهم والآني، موضحا بأن إريتريا كانت تنادي منذ فترة طويلة للتفاكر المعمق للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لاتخاذ مسؤولية وأمن المنطقة الحساسة الغنية بالثروات الطبيعية والاستراتيجية والحفاظ على تطور اقتصادها كمهمة أولية. وأوضح الوفد إيمان إريتريا الراسخ وموقفها الثابت بتأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، يتمتع برؤى واضحة لضمان أمن وتطور وحفظ هذه المنطقة الاستراتيجية. ووقع الوزراء المشاركون في الاجتماع المنعقد حاليا بالرياض على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وسوف يقدم الميثاق لرؤساء الدول الثماني. وعقد الملك سلمان بعد اختتام الاجتماع الذي استغرق يوما واحدا لقاء مع وزراء خارجية الدول إريتريا والصومال والسودان ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن وجيبوتي واليمن، وتعهد بأن تعزز بلاده تعاون منطقة البحر الأحمر. في غضون ذلك قام وزير الإعلام السيد يمان قبر مسقل بزيارة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله، وأجرى الطرفان مباحثات موسعة، وتركزت المباحثات على التعاون الذي يمكن أن يجري بين البلدين في المجال الإعلامي كالتعاون الجاري في المجالات الاستثمارية والتجارية والتنموية والأمنية في دول حوض البحر الأحمر. واتفق الطرفان على التعاون الثنائي في مختلف المجالات. أسهمت حملات توعية الأقران الصحية الجارية في إقليم الغاش بركة بدور كبير في مكافحة الأمراض وخاصة الأمراض المعدية. جاء ذلك في التقييم السنوي المنعقد في 2 يناير الجاري. أوضح التقييم بضرورة الدفع بذلك البرنامج المنظم عبر الشباب المؤثرين على أقرانهم وتنبيههم لتفادي الأخطار وترسيخ الحذر الذي يجب اتباعه. وقال مسؤول مكتب الصحة في الإقليم الدكتور حيلوم كيداني إن هذه المهام هي جزء من الأنشطة الجارية بالتنسيق بين المواطنين والجهات الحكومية والاتحادات، ويجب منحها الاهتمام الأكبر لما تلعبه من دور كبير.
من جهته ذكر مسؤول وحدة المعلومات والتوعية في الفرع السيد سلطان حقوس بأن حملات الأقران لها صدى كبير في أوساط الشباب، مشيدا بمساهمة الجهات الشريكة في هذا الموضوع. بدورهم قدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة من ضمنها تنفيذ البرنامج في كافة الدوائر الحكومية بجدية، وتأمين الوقاية ضد الأمراض، والاستمرار في تنظيم السمينارات التوعوية وغيرها من الآراء، معبرين عن جاهزيتهم لإنجاحه. قام فرع العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الجنوبي بتأهيل 92 من الأسر المحتاجة خلال العام 2019 بتمليك المواشي وسبل التجارة بواقع 10,000 نقفة لكل أسرة. وأوضح السيد هايلي قبر ميكائيل في الاجتماع التقييمي الذي عقد في 3 يناير بمدينة مندفرة عن تقديم أكثر من 90 مليون نقفة دعما لأسر الشهداء. كما أشار إلى تقديم مستلزمات دراسية ل800 طالب تفاديا لمقاطعتهم التعليم بسبب المشكلات الاقتصادية. وألقى حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تصفازيان كلمة الختام، والتي أوضح فيها أهمية البرامج المسيرة عبر الفرع، معبرا عن أمنياته الكبيرة لتنفيذ برامج العام 2020 بفعالية. أوضح الاجتماع التقييمي الذي عقد في 31 ديسمبر المنصرم عن تنفيذ البرامج الصحية الموضوعة في عام 2019 بمديرية حقات بفضل التنسيق الجيد مع كافة أفراد المجتمع. وقدم مسؤول مكتب الصحة في المديرية الممرض قبر مسقل قبر هو تقريرا مفصلا أوضح فيه الإيجابيات وأوجه القصور والتحديات وتطعيم حوالي 50,000 مواطن ضد مرض السحائي، مما يشير إلى أن نسبة التطعيم كانت فوق التوقعات. من جهته أشار مسؤول وحدة الأسرة والصحة الأهلية في مكتب الصحة بإقليم عنسبة السيد بنيام فسهازين إلى تحسن الخدمات الصحية بالإقليم، خاصة حول رفع درجة الوعي والمعرفة المجتمعية والتطعيم. ودعا المدير التنفيذي للمديرية السيد تخل هيمانوت موسائيل دعا الجهات المعنية والمدراء للعب دور فاعل في إنجاح البرامج التنموية والصحية. هذا وقد أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن سكان منطقة جلاس قاموا بجمع محصول 36 أسرة شهيد بأعمال النفير الجماعي. استشهد اليوم 6 يناير الجاري المناضل المقدم كفلاي قبر مدهن المعروف بإدامين جراء مرض ألم به وتلقي العلاج في الداخل والخارج عن عمر بلغ 64 من العمر. التحق المناضل المقدم كفلاي بقوات التحرير الشعبية عام 1974 وخدم قبل الاستقلال في مختلف الوحدات من جندي عادي وحتى قائد لهيئة إدارة اللواء، وخدم بعد الاستقلال في مختلف وحدات وزارة الدفاع بتفان وإخلاص لشعبه ووطنه. والفقيد المقدم كفلاي رب أسرة وأب ل6 أبناء، وسيوارى جثمانه الثرى ظهيرة يوم غد 7 يناير بمقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل المقدم كفلاي قبر مدهن، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه المناضلين وأصدقائه. وقفة سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. ابتدى الإيرانيون وسط طهران للمشاركة في تشييع جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل الجمعة في ضربة أمريكية في بغداد. واحتشد المشيعون حاملين صور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بالقرب من جامعة طهران. وكان إلى جانب خامنئي الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاریجانی وقائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض عقوبات شديدة على العراق في حال أرغمت قوات بلاده على مغادرة الأراضي العراقية. وجاء تصريح ترامب ردا على دعوة البرلمان العراقي في جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحكومته لإنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية. وأول رد أوروبي على قرار البرلمان العراقي جاء من باريس، وتحديدا من قبل وزير الخارجية جان إيف لودريان الذي تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي وشدد على أهمية السماح للتحالف الدولي بمواصلة قتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
بينما انتقدت الصين الولايات المتحدة قائلة إنها تعمق التوتر في الشرق الأوسط بسبب استخدامها القوة في المواجهة مع إيران، وحثت جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس لضمان تحقيق السلام والاستقرار. يرغب الرئيس الكرواتي الجديد زوران ميلانوفيتش الذي فاز بالانتخابات بأن يسود عهده التسامح، داعيا إلى طي صفحة حروب الماضي، وذلك بعد فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسته الرئيسية المنتهية ولايتها كوليندا غرابار كيتاروفيتش. وجرت الدورة الثانية من الانتخابات بعد أيام على تولي كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في مرحلة سيتولى فيها الاتحاد الإشراف على ما بعد خروج بريطانيا منه. وكشف الاقتراع صعود اليمين الراديكالي في بلد يواجه ضغط المهاجرين على حدوده ويعاني مثل جاراته في البلقان من هجرة سكانه وفساد مستشر. وتفيد نتائج شبه النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات أن ميلانوفيتش حصل على نسبة تجاوزت 52% من الأصوات مقابل حوالي 47.3% لمنافسته. وستعقد هزيمة الرئيس المنتهي ولايتها مهمة الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الذي يرأسه رئيس الوزراء المعتدل أندري بيلينكوفيتش في الانتخابات التشريعية الخريف المقبل. انتشر عسكريون من جنود الاحتياط في مناطق دمرتها الحرائق الهائلة في 3 ولايات استرالية بعد نهاية أسبوع مروعة، في وقت تعهدت الحكومة بتخصيص 1.4 مليار دولار على مدى 2 لجهود الإغاثة والتعويض عن الخسائر الناجمة عن الأزمة المستمرة منذ أشهر. وحولت حرائق غابات كارثية مساحات شاسعة من الأراضي إلى بؤر متفحمة، ودمرت مساحة توازي مساحة جزيرة أيرلندا وفق أرقام رسمية، فيما حذرت السلطات من أن الكارثة يمكن أن تستمر لأسابيع أو أشهر. وتعهد رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي تعرضت حكومته للانتقاد لبطء استجابته للطوارئ بتخصيص 1.4 مليار دولار أمريكي من أموال دافعي الضرائب لإنشاء صندوق وطني للإنقاذ. واستفاد رجال الإطفاء الذين انضمت إليهم فرق جديدة من الولايات المتحدة وكندا من تساقط المطر وانخفاض درجات الحرارة لمكافحة حرائق خارجة عن السيطرة، قبل ارتفاع جديد في الحرارة تتوقعه الأرصاد في وقت لاحق هذا الأسبوع. تعرضت وزارة الخارجية النمساوية لهجوم إلكتروني عبر الإنترنت يشتبه تنفيذه من بلد آخر، وقالت الوزارة إن خطورة الاختراق تشير إلى احتمال تنفيذه من قبل جهة فاعلة لحساب دولة ما. وبدأ الاختراق ويحذر الخبراء من احتمال استمراره لعدة أيام، وحدث ذلك في اليوم نفسه الذي دعم فيه حزب الخضر النمساوي تشكيل ائتلاف مع المحافظين. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الهجوم الإلكتروني رصد بسرعة كبيرة واتخذت بشأنه على الفور التدابير المضادة، وكانت دول أوروبية أخرى قد تعرضت في الماضي لهجمات مماثلة. واستهدفت شبكة تكنولوجيا المعلومات التابعة للحكومة الألمانية بهجوم خطير جدا على الإنترنت في مارس من عام 2018. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.